صباح الخير، عندنا اليوم رشتة بالدجاج من قناة كويزين سميرة ديزاد. في الكيكوطة تاعك لوحي زيت وسمن مع بصلة متوسطة مرحية رقيق مع طراف تاع دجاج وحبة كبيرة تاع لفت مرابية في الرقيق ثاني، ملح وفلفل كحل وعود قرفة. خليهم على نار قليلة مغطيين يتقلوا مليح مليح واحد نص ساعة هكذاك، ومن بعد مرقي بالماء سخون ولوحي الحمص تاعك وخليها تطيب. من جهة الرشتة تاعك حليها مليح في القصعة ودهنيها بالزيت ولوحيها تفور واحد 20 دقيقة هكذاك وهي مغطية. كي تفور لك الفورة الأولى لوحيها في القصعة وفتحيها، زيدي لها شتي لاصوص تاعك تكون بدات تطيب، نحيلها ليدام الفوقاني هذاك قيس كاس هكذاك شربيها مع شوية ملح ملحيها وخليها تنشف شوية، ومن بعد زيدي عاودي شربيها بقيس كاس ونص ولا 2 كيسان تاع مرقة ثاني، وخليها الزيت ثاني تشربهم شوية، ومن بعد رجعيها تفور الفورة الزوجة ثاني واحد 20 دقيقة وهي مغطية. المرقة تاعك تعود مناصفة الطياب، لوحي الخضرة اللي هما لفت وكورجات تعود الحبة مكمولة ما تقطعيهمش كي يطيبوا باش تقطعيهم. كي قرب يطيب كلش لوحي لهم 2 قرون تاع فلفل حار، خليهم يغلوا فيهم، منها تخضر لك المرقة شوية. بعد ما تفور الرشتة تاعك الفورة الزوجة شوفيها اذا لقيتيها طابت بيان ادهنيها بالزبدة وخليها كيما نقولوا قدميها، اذا لقيتيها ماهيش طايبة زيدي شربيها بالمرقة وديريها تفور الفورة الثالثة، وبعد الفورة الثالثة باش تدهنيها بالزبدة. نحي الخضرة تاعك، قطعي حبات بالطول وحبات قطعيهم صغار ورجعيهم للمرقة، والدجاج تاعك عاودي حمريه في المقلة. زيني الرشتة تاعك بالحمص والخضر والدجاج المحمر وسقيها بالمرقة. كما نعرفوا الرشتة من الأطباق التقليدية، وهذه الوصفة جت بنينة، نشكر مولاتها ونتلاقاو في فيديو أخرى بإذن الله.